السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله نحل فيه امتحان محافظة القاهرة اللي امتحنوا اليوم. عايزاكم تركزوا فيه كويس أوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس. وعايزة أقول لكم إن في قائمة تشغيل على القناة فيها امتحانات مهمة جدا جدا لامتحان نصف العام، يا ريت تراجعوها قبل الامتحان. هسيب لكم الرابط بتاع صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول قائمة مثبتة. ويلا بينا نبتدي على طول. أول سؤال معانا سؤال الدايلوج بيقول لي إيه؟ نورا is talking to her friend about her last visit to أسوان in the mid-year holiday. يعني نورا بتتكلم مع صديقتها عن آخر زيارة ليها أسوان في أجازة نصف العام. فنورا بتقول إيه؟ Where did you go in the mid-year holiday؟ يعني أنت ذهبت لفين أو رحت فين في أجازة نصف العام؟ فقالت لها إيه؟ نورا سألت سؤال وقالت لها It's in the south of Egypt، يعني هي في جنوب مصر. فنورا قالت How did you go there؟ يعني أنت ذهبت هناك إزاي؟ فصديقتها جاوبت بإيه؟ فنورا سألت سؤال فصديقتها قالت I saw the high dam and the Nubian museum، يعني أنا شفت السد العالي والمتحف النوبي. فقالت لها Did you enjoy there؟ هل استمتعت هناك؟ تعالوا بقى نرجع من الأول تاني. Where did you go in the mid-year holiday؟ طبعا هتقول لها أنا ذهبت إلى أسوان، فهنجيبها هنا في الماضي علشان عندي السؤال في الماضي، وهقول إيه؟ I went to أسوان. أو ممكن تقول على طول تو أسوان، لكن الأفضل إجابة كاملة. بعد كده نورا سألت سؤال فصديقتها قالت It's in the south of Egypt، يعني هي في جنوب مصر. يبقى هي أكيد كانت بتسألها أين تقع أسوان أو هي فين، يبقى هتقول لها Where is it؟ Where is it؟ أو ممكن تقول Where is أسوان. بعد كده نورا قالت How did you go there؟ يعني أنت ذهبت هناك إزاي؟ فممكن تقول مثلا I went، أنا ذهبت مثلا by train بالقطار، أو by bus بالباص، أو by plane أي وسيلة مواصلات. تمام. فنورا سألت سؤال فصديقتها قالت I saw the high dam and the Nubian museum، أنا شفت السد العالي والمتحف النوبي. فأكيد بتقول لها أنت شفت إيه؟ يبقى what. الفعل المساعد طبعا هنجيبه في الماضي اللي هو did، الفاعل I هتحول ليو what did you see. فنورا قالت did you enjoy there؟ فأكيد هتقول لها yes I do. تاني سؤال معايا بيقول لي read and complete the text with words from the following list. فبيقول لي information معلومات، box كتب، excited يعني متحمس أو مثار، plugged يعني موصول بيه، charge يعني يشحن، و exciting يعني إيه؟ مثير. فبيقول لي my son is very إيه because he has a new phone. طبعا هو متحمس أو مثار يبقى excited، صفة منتهية ب ED. First he needed to eat the battery، طبعا كان عايز يشحن البطارية يبقى charge. To do this he ate in the phone and turned it on، علشان يعمل كده طبعا هو وصل التليفون يبقى plugged in the phone and turned it on وفتحه. Then he left it for a few hours، تركه لعدة ساعات أو لبضعة ساعات. Next he needed to fill in some about himself، طبعا كان عايز يملى بعض المعلومات يبقى information. تالت سؤال بيقول لي read the following then answer this question. فبيقول لي when I was a child، عندما كنت طفلة I loved spending hours reading books، يعني كنت بحب أقضي الساعات في قراءة الكتب. I borrowed them from the library، يعني استعرتهم من المكتبة، or received them as gifts، أو كنت بستلمهم كهدايا. But nothing felt as exciting as getting a brand new book، يعني لا شيء أكثر حماسة من أني أحصل على كتاب جديد جدا. There was something special about being the first person to get through its pages، يعني بيكون شيء خاص إن أنا أكون الشخص الأول اللي بيحصل على صفحاته أو بيقرأ صفحاته. However I didn't start reading it at once. Instead I liked to take my time looking at the cover and pictures. على الرغم ان انا ما كنتش ببدأ في قراءته في نفس اللحظة، instead بدلا من ذلك I liked to take my time، كنت بحب ان انا اخد وقتي looking at the cover and pictures، في النظر للغلاف والصور. Once I start reading I couldn't stop، يعني بمجرد ما أبدأ في القراءة لا أستطيع التوقف. My love for books grew so much that it became an expensive habit، يعني حبي للكتب نما أو نما حبي للكتب لدرجة إن هو أصبح عادة مكلفة أو عادة غالية. And so my parents encouraged me
to borrow library books. ولذلك شجعني والدي على استعارة الكتب من المكتبة. One day يوما ما while reading a library book عندما كنت أو بينما كنت أقرأ كتاب من المكتبة I found 200 pounds hidden inside. يعني وجدت 200 جنيه مختبئين بداخله. Without a second thought بدون تردد أو من غير ثانية تفكير I returned the book and the money to the librarian and forgot about it. يعني رجعت الكتاب والفلوس لأمين المكتبة ونسيت الأمر. A month later بعد شهر the librarian called me with news. يعني اتصل بي أمين المكتبة بأخبار he couldn't find the owner of the money. يعني لم يجد مالك المال أو صاحب المال. So he decided to give it to me. لذلك هو قرر إن هو يجيبهم لي أو يعطيهم لي. I am sure you know how I spent this unexpected gift. يعني أنا متأكد إن أنت عرفت إن أنا هصرف الهدية الغير متوقعة ده فيه. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 بيقول لي the writer found A in a library book. يعني الكاتب وجد A في كتاب المكتبة، طبعا money فلوس أو نقود. Number 2 بيقول لي is the writer's favorite hobby. إيه هي هواية الكاتب المفضلة؟ طبعا كانت reading القراءة. بعد كده بيقول لي answer the following question. Number 3 بيقول لي what does the underlined pronoun he refer to. تعالوا نشوف في الباسج. فبيقول لي هنا ايه a month later the librarian called me with news he couldn't find the owner of the money. يعني أمين المكتبة اتصل بيه بأخبار he couldn't، يعني ده طبعا عايدة على librarian. يبقى البروناون هي هنا بيشير إلى ايه؟ طبعا the librarian أمين المكتبة. Number 4 بيقول لي how do you think the writer spent the sum of money. أعتقد إن الكاتب هيصرف باقي الفلوس في إيه؟ فهقول I think، أنا بعتقد إيه بقى؟ he bought، اشترى a new book، كتاب جديد. وطبعا هجيبها هنا في زمن الماضي لأن عندي السؤال وكل الباسج بزمن إيه؟ الماضي. بعد كده بيقول لي summarize what the writer had done before he read a new book. يعني لخص لي الكاتب كان بيعمل ايه قبل ما يقرأ كتاب جديد. تعالوا نشوف تاني في الباسج. فبيقول لي هنا ايه I didn't start reading it at once. يعني ما كنتش بقرأه في لحظتها يعني أو في نفس الوقت. Instead I liked to take my time. كنت بحب أخد وقتي looking at the cover and pictures. أنظر للغلاف والصور. يبقى دي إجابة number 5. Number 6 بيقول لي if you were the librarian what would you do with the money found. يعني لو انت كنت أمين المكتبة كنت هتعمل ايه في المال اللي انت وجدته. فأنا مثلا ممكن أقول I would give it to the writer، هعطوهم للكاتب. أو I would buy new books to the library، هشتري بهم كتب جديدة للمكتبة. فهقول I would buy new books to the library، هشتري بهم كتب جديدة للمكتبة. رابع سؤال معايا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 بيقول لي a or an person is someone who can't hear. هو شخص لا يستطيع أن يسمع، طبعا بنقول عليه deaf أصم. Number 2 بيقول لي educate is a synonym of، يعني تعليم أو يعلم معناها إيه أو مرادف لكلمة إيه؟ طبعا teach يدرس أو يعلم. أما learn يعني يتعلم. Number 3 بيقول لي إيه means a group of people who can meet during a health emergency. يعني هو عبارة عن مجموعة من الناس بيستطيعوا إن هم يتقابلوا أثناء الطوارئ، طبعا بنقول عليهم bubble. Number 4 بيقول لي to E is to help and encourage people doing different things. يعني إيه المعنى اللي أنت بتساعد وبتشجع الناس يعملوا أشياء مختلفة، طبعا ده دعم support. Number 5 بيقول لي we as a suffix E to change the noun advert into verb، طبعا advertise. Number 6 بيقول لي to stop someone for doing something suddenly means ان انت توقف شخص ان هو يعمل حاجة فجأة، فده معناه ايه؟ ان انت بتقطعه، اللي هو ايه؟ interrupt. خامس سؤال معايا بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words in practice. عايز نصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. فبيقول لي both you or your sister should go to the market. طبعا عندي or تبقى ايه؟ either you or your sister should go to the market. يعني انت واختك ايضا يجب ان انت تذهبوا للماركت.
نمبر 2 بيقول لي حبيبة was very sad because she could score high marks in the exam. يعني حبيبة كانت حزينة جدا لأنها حصلت على درجات عالية في الامتحان ولا couldn't؟ طبعا couldn't لأنها حزينة جدا sad جدا، يبقى couldn't ما حصلتش على درجات عالية في الإكزام. نمبر 3 بيقول لي she studies English on 6 p.m. to 7 p.m. every day. من الساعة 6 للساعة 7 طبعا from. نمبر 4 بيقول لي she was in Canada since last week. عندي since ده زمن ايه؟ present perfect tense، زمن المضارع التام اللي بيتكون من have أو has زائد التصريف الثالث للفعل. عندي الفاعل هنا she يبقى has، التصريف الثالث من الفيرب to be اللي هو been، يبقى she has been in Canada since last week. نمبر 5 بيقول لي busy shop in my town is a supermarket. عايز يقول لي ان المحل الاكثر ازدحاما في مدينتي هو السوبر ماركت، فهنقول ايه؟ the busiest. طبعا نحول الواي ل اي ونزود اي اس تي. the busiest shop يعني المحل الاكثر ازدحاما في مدينتي هو السوبر ماركت. سادس سؤال معايا بيقول لي write a review of 110 words on helping your community is very important. مساعدة المجتمع بتاعك مهم جدا، والباراجراف ده ذكرناه امبارح في امتحان حليناه امبارح وقلنا عليه مهم جدا، وفي فيديو مهم على القناه مجمع لكم فيه اهم الباراجرافات المتوقعه باذن الله. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وبس كده يا حلوين، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو عايزين الاسئله PDF فادخلوا على قناه التليجرام، هسيب لكم الروابط كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.